تعالوا اوريكم يا جماعه يوم كامل بحياه طالب يمني عايش في امريكا. يا جماعه انا الان خرجت من البيت رايح للشغل. طبعا اليوم يوم الموندي، اليوم في معنا اجازه ما فيش مدرسه، فقررت اني اروح اشتغل واساعد ابوي بالدكان. ليتس جو. طبعا يا جماعه هذا المكان اللي بشتغل فيه هو محطه، بس ما فيش معنا غاز، بس عادي ما فيش مشكله. هنشتغل يوم كامل داخل هذا المحل وان شاء الله يعني نصور لكم تغطيه. ليتس جو. خلونا ارويكم كيف صارت الاجواء الان يا جماعه، ويقولوا لي امريكا شلون صارت امريكا. لما جيت كانت الدنيا شمس، الان الساعه يا جماعه 4:30 او 5، وشوفوا كيف صار الجو، مطر، اجواء ولا اروع. اتس لانش تايم، خلونا نقول بسم الله ونبدا ناكل. في كثير منكم بيسالونا بالكومنتات يا حمزه ليش ما تطبخش اكلك داخل الدكان؟ صح ان نحن معانا هذا المحل بس ما فيش معانا دلي. اكثر المحلات اللي داخل امريكا فيها دلي، بس هذا المحل للاسف الشديد ماكو معانا دلي، فايش اسويكم؟ فاحيانا ناكل من البيت، احيانا ناكل من المطعم، يعني لازم الواحد يدبر نفسه. الحمد لله على كل حال. alright. طبعا يا جماعه هذا شيء طبيعي، وقت الاكل اول ما تبلش تاكل يقبلوا عليك الزباين من حيث لا تعلم. هذا شيء تعودنا عليه نحن اللي نشتغل بالمحلات. قاعد زبون والله العظيم، وانا قاعد اشرح لكم. طبعا زي ما تشوفوا يا جماعه الدنيا غدرت عندنا الان الساعه 8. خلونا نرويكم ايش هذا الشيء يا جماعه. طبعا هذا زي ما تقولوا زي الغاز موجود هنا، هذا داخله دباب غاز زي حق البلاد. خلونا نرويكم ايش في معانا هنا. طبعا معانا هذا تبع الايس، معك سمول باجز وبيج باجز. الله ما احلى البرود. طبعا يا جماعه انا الان داخل الثلاجه زي ما تشوفوا، والان شغلتي اني لازم اعبي الثلاجه وميك شور ايفريثينج يعني معبأ. فليتس جو، خلونا نبدا. طبعا اذا عادك مش مشترك انزل الان سوي لنا فولو لايك سبسكرايب. ليتس جو. جبت حق التلفون والسبيكر عشان استمتع وانا اعبي الثلاجات. طبعا يا جماعه بعطيكم معلومه، الاشياء الحاميه نخليها بالخلف. وسايب دمعي يتكلم وبتألم وانا راح اقول لك كلمه من الاخر، اكيد قلبك ده عمره ما ده. انا هاجي على نفسي وهبعد يمكن انسى هواك حبيبي. صحاك الشوق من نومك وبقلبي تعكف في نومك، لا يوم يخلص ولا يومك الا بلقاك يا حبيبي. الى هنا اعزائي المشاهدين نكون وصلنا لنهايه هذا الفلوج. اتمنى انه هذا الفلوج عجبكم، ان شاء الله يكون هذا الفلوج 3 دقائق عشان يعني ما نحرمكمش من هذه الصوره الجميله. يا خرا شنو هذا؟ تحياتي لكم، كان معكم اخوكم حمزه يمن، مع السلامه. ليش عندكم جالسين باي؟